انتهت مباراة الأهلي أمام نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات. مباراة شهدت ندية كبيرة جدا بين الفريقين، لكن أنهاها النادي الأهلي بتفوق الخبرات بالفوز على نادي بيراميدز بعد تمديد الوقتين الإضافيين بهدف أحرزه علي معلول من ضربة جزاء، وبعد أيضا خطأ فادح على النجم الكبير محمود عبد المنعم كهربا، ليفوز النادي الأهلي في الأخير بكأس السوبر المصري على نادي بيراميدز بهدف نظيف البطولة الثانية بعد كأس مصر، وكانت أيضا أمام نادي بيراميدز. كل التوفيق للنادي الأهلي وألف مليون مبروك لجماهيره، ولكن المباراة شهدت لقطات عصبية بين اللاعبين الفريقين نادي بيراميدز والنادي الأهلي. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي.